إذا السلام عليكم. شكرا لكم على المشاهدة. بزاف منكم كيطلبوا منا باش نشرحوا كيفاش غيبدا التعليم ديال دورات تاع الذكاء الاصطناعي ماركتينغ ديجيتال. باش ما نطولش عليكم، هاد التكوين كنحضروا واحد الفيديو غادي يكون يوضح جميع التفاصيل على كيفاش غادي تقدر تستافد من المنصة، من الجروبات والمجتمع ولا من الكوميونيتي ديال الذكاء الاصطناعي والديجيتال ماركتينغ. باختصار هذا المشروع غيساعد الناس اللي ما كيعرفوش يستغلوا الذكاء الاصطناعي باش يستافدوا منه من الامور ديالهم في الحياة ديالهم اليومية وفي الروتين ديالهم اليومي، بحال مثلا يخدموا الذكاء الاصطناعي في لي طاش ولا في الخدمة ديالهم ويقدروا يربحوا منه حتى الفلوس. لأن الذكاء الاصطناعي غادي يوفر الوقت وكيوفر عليكم حتى الجهد، والناس وخصك تعرف توظفو باش تكون عندك داك النتيجة اللي بغيتي. عاود واحد السؤال: شكون هما الناس اللي غادي يكون كيستهدفوا هذا التدريب ولا بغينا نسميو هذا الجروب ولا هذا الكوميونيتي؟ شنو الفئة ديال الناس اللي غتكون كتستهدف هذه الكوميونيتي هذه؟ الناس هما اولا الناس المبتدئين اللي باغيين تكون عندهم ثقافة عامة في مجال الذكاء الاصطناعي مثلا وفي ديجيتال ماركتينغ، ولا مثلا باختصار الناس مثلا اللي مثلا عندهم بيسي، وحتى الناس اللي ما عندهمش بيسي اللي كيخدموا غير بالتليفون يقدروا مثلا يعرفوا مثلا كيفاش يستخدموا شي تطبيق في الذكاء الاصطناعي، ولا شارين شي تطبيقات مدفوعة وما كيعرفوش يستعملوها، ما كياخذوش منها، ما كيعرفوش يستافدوا منها، وما كيعرفوش يعني يخدموها في الشكل اللي خصو يتخدم فيه. كاينه شريحه ثانيه ديال الناس هما الناس المستثمرين اللي كيبغوا يخدموا مثلا الذكاء الاصطناعي في الربح من الانترنت. هذوك الناس غادي يلقاو معلومات في المنصه ولا في الكوميونيتي، معلومات قيمه اللي ما كتلقاهاش تقريبا في اي بلاصه، يعني غتكون حصريه وغتكون مختصره، وكنديروا مجهود كبير باش تكون واضحه وسهله الاستخدام وتوصل بزاف للناس. هما بدورهم حناش كنتسناو من هذا الجروب ولا من هذا المجتمع، هما بدورهم كيقدموا لنا حتى هما الافكار ديالهم، وهكا كنقدروا يكون عندنا واحد الكوميونيتي ديال الناس اللي شي كيعاون شي، وهذا هو الغرض الرئيسي ديال هذا المشروع. كاين واحد السؤال اللي كيطرحوه عليه الناس بزاف، هو واش هادشي كله مجاني؟ الجواب هو ان يعني المحتوى ماشي كله مجاني، وهذا راجع لواحد السبب، هو ان المحتويات المدفوعه اللي كتكون في المنصه، اللي ماشي كاع المحتويات تاع المنصه مدفوعه ولكن بعضها مدفوع، هذوك المحتويات اولا هذوك واخا كاع كتكون مدفوعه في المنصه فهو ثمن رمزي بالمقارنه مع الجهد والوقت اللي كياخذ لينا باش كنصيبوها. هي الاولى. ثاني حاجه ان هناك شراكات مع شركات دايرين مع الشركات كيخدموا عندهم ناس شباب متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في الديجيتال ماركتينغ وفي الاس ام ام اي وفي امور اخرى. علاش؟ هادوك الناس كيوفروا لك الجهد والمال باش يعلموك بشكل احترافي كيفيه استخدام الادوات تاع الذكاء الاصطناعي. كاين حتى واحد دورات حتى هي مدفوعه، هذيك ماشي دورات ديال الناس المبتدئين ولا حتى الناس اللي عندهم مستوى عادي ولا مستحسن ولا حسن في التجاره في الذكاء الاصطناعي، ولكن هذوك درناهم ديال الناس اللي كيبغيو يربحوا من وراء الذكاء الاصطناعي اموال كبيره. كنقصد درنا هاد الشريحه تاع المقاوله، يعني الناس المقاولين. ما كنقولش هذوك المقاولين اللي مثلا باغيين يديروا الذكاء الاصطناعي بواحد البروسيسوس مثلا سهل ولا ما معقدش بزاف، ولكن كندوي على المقاولات اللي عندها كبيره واللي كتبغي دير عندها واحد طريقه العمل معقده، شويه معقده وفيها الخدمه بزاف. يعني فهمتوني اش كنبغي نقصد؟ كنبغي نقصد لوطوماتيزاسيون، يعني لوطوماتيزاسيون بالنسبه
لي زونتربريز يعني لي سوسيتي هذيك كنديروها حتى هي كتكون مدفوعة، لأنها واحد الشيء اللي كياخذ لينا الوقت كتير ومعقد، وباش تفهم اشنو هو البوزوان خصو الوقت وهذوك المشاريع في هذا النوع تاع المشاريع كتاخذ واحد الوقت طويل. إذا هادشي علاش غادي يجيو مجال الفيديو ان شاء الله، وكان ننتظروا ان شاء الله، انتظرونا في واحد اللايف في اقرب وقت. غادي نخلي لكم رسائل في الجروب تاع الواتساب والتليجرام ان شاء الله، وشكرا.